السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا طالع علشان خاطر أتكلم في قضية الرأي العام اللي موجودة دلوقتي. قضية مروة التي ادعت إنها بنت الرئيس محمد حسني مبارك، وأنا عامل الحلقة دي باسم العقد اتفرط، لأنه بالفعل بدأت تتساقط أول حبة من من العقد اللي كله مشاكل وكله جريمة ومش مفهوم. طبعا أنا بتكلم على أم مكة، وفاء عامر، ومساجدة، وكل الأسامي اللي قالتها مروة بنت الرئيس حسني مبارك. كانت أم مكة امبارح في إحدى القنوات التلفزيونية عندها حلقة، وأثناء تسجيل الحلقة أم مكة حست إن هي قالت كلام يورطها. ففي نص البرنامج كده، هي طبعا حلقة مسجلة ما طلعتش على الناس، مش حلقة لايف يعني، بدأت تقوم للمذيعة وتقول لها أنا آسفة مش هكمل الحلقة. فلما المذيعة قالت لها خلاص ماشي اوكي براحتك يعني، قالت لها لا مش بس كده، أنا عايز أمسح كل الكلام اللي أنا قلته. فطبعا ده قوبل بالرفض، يعني مفيش حاجة اسمها كده. كمان هي المفروض ان هي في البدايه وهي داخله تسجل الحلقه، المفروض انها بتكتب اقرار انها موافقه على كل حاجه وعلى اذاعه الحلقه، وان هي ده حصل بمحض ارادتها، وان مفيش حد زائقها على انها تقول حاجه غصب عنها. ده الطبيعي يعني. فطبعا لما ده قوبل بالرفض، لان هي المفروض ان هي اصلا زي ما بنقول ماضيه وموافقه على كل حاجه، بدأت تتعصب، بدأت تتنرفز، بدأت تقل في أدبها جامد جدا على الناس، شتيمة وألفاظ خارجة على الناس اللي في القناة، المعدين والمذيعة. رفعت الشبشب عليهم وقلة أدب وبتاع. الغريب بقى هنا في الموضوع إنها رفعت التليفون على وفاء عامر، كلمتها مكالمة تليفون وكان السبيكر مفتوح. ده طبعا الرواية اللي بقولها دي بناء على أو من على لسان المذيعة اللي هي اسمها أعتقد ليلى شوشة، مذيعة البرنامج. كلمت وفاء عامر، والغريب برضو في الموضوع إن وفاء عامر بحدة وبعصبية عليها قالت لها أنت ليه تروحي برنامج أصلا؟ ليه تروحي تتكلمي؟ ما قلنا مش هنتكلم، ما قلنا ما نطلعش في حاجات من دي يعني. بس طبعا هي راحت عشان الفلوس، لان الناس دي الفلوس اللي بتحركها بتاخد لها 100,000 ولا 120,000 في حلقة في ساعة زمن يعني. فده من الطمع يعني، فطمعها هو اللي وقعها. طبعا الموضوع، طبعا الناس بدأت تتصل بأمن المدينة، مدينة الإنتاج، ويكلموا الشرطة، وجات الشرطة وحاولت تتكلم معاها، تمادت في قلة أدبها، تمادت في الغلط، تمادت في الإساءة. الموضوع وصل لاسم الشرطة وللنيابة العامة، وتم التحقيق معاها، وخرجت على ذمة التحقيقات. بس في أخبار، ودي شبه مؤكدة إنهم رجعوا تاني قبضوا عليها هي وزوجها أم مكة وزوجها في التهم بقى اللي مروة بنت الرئيس محمد حسني مبارك. وانا ما زلت تاني بعيد، قلت الكلام ده في الحلقة اللي فاتت، بقول مروة بنت الرئيس محمد حسني مبارك بناء على كلامها، وبناء على ان مفيش حد كدبها لحد دلوقتي. والمحامي بتاعها طالب انه يعمل تحليل DNA من جمال وعلاء مبارك اولاد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وهم رافضين. طيب نرجع تاني لقصتنا الاساسية. ام مكة وجوزها دلوقتي هم قيد التحقيق قدام النيابة في التهم اللي بدأت اللي مروة بنت الرئيس محمد حسني مبارك، مدعية انها بنت الرئيس محمد حسني مبارك، قالتها. واعتقد ده طبعا هيكون بتوثيق الفيديو اللي هي
سجلته في القناة، والكلام اللي هي حاسة ان هي قالته بتسرع او ورطت نفسها فيه، لان هي قالت كلام يدينها يعني. فخلينا نشوف القصة رايحة فين وهتوصل لحد فين، وان شاء الله ان شاء الله. يعني طبعا انا بالمرة، طبعا انا المفروض ده كان في البداية، انا بشكر قضاءنا المصري المحترم على سرعة الاستجابة لكل الناس اللي على السوشيال ميديا، اللي طلعوا وقالوا ان الناس دي لازم تتمسك، لان اللي بيحصل كبير وفي خطر كبير جدا على البلد. ربنا يسترها على مصر، ربنا يسترها على شعب مصر، وربنا يقوي حكومة مصر على الاشكال دي. هو ده اللي كنت حابب اقوله النهارده، وان شاء الله احنا متابعين القضية، نشوفها هتوصل لفين ان شاء الله. ان شاء الله المخطئ ياخد عقابه، و ربنا يحفظ مصر. هو ده اللي كنت حابب اقوله، واتمنى ما ننساش الاشتراك في القناة ولايك علشان يوصلنا كل جديد، واشوفكم على خير.